هذه الجدران الحوائط الجانبية. طبعا الشاصي حقهم هم اللي يصنعونه هنا داخل مصنعهم. طبعا قبل ما يحطون الجدران او الحوائط يجهزونه داخليا. 1937 تخيلوا كان موجود هذا الشيء. هذا اللي أمامكم هو أول كرفان تم تصنيعه في التاريخ. حياكم الله في فلق جديد. فلق اليوم من عاصمة الكرفانات في العالم، هذا اسمها، يسمونها ايش؟ The RV Capital of the World. طبعا سبب هذه التسمية لأن هذه المدينة وهذه المقاطعة اللي تسمى الكرت في شمال إنديانا، هذه المقاطعة كلها مليانة مصانع الكرفانات. كل شركات تصنيع الكرفانات هنا موجودة. 85% في الكرفانات الموجودة في العالم تصنع في هذه المقاطعة. فيديو اليوم إن شاء الله راح نغطي شغلتين. الشغلة الأولى راح تكون هي زيارة لمتحف الكرفانات أو الRV، والشيء الثاني إن شاء الله بنحاول أن نزور مصنع ونوريكم تصنيع الكرفان من الألف إلى الياء. جيت عند مصنع كيستون، هذا المصنع اللي هو صنع الكرفان تبعي، أنا موجود هنا عندهم، وسألتهم عن اللي هي يسمونها فاكتوري تور. أغلب الناس الأمريكان خصوصا اللي قريبين من هذه الولاية اللي كان بيشتري كرفان، وخصوصا الكرفان هذا والRV سعره غالي، يعني يتكلم احنا عن $100,000 أو $200,000 وأكثر. إيش يسوي؟ ياخذ جولة على المصنع اسمها فاكتوري تور، جولة المصنع، ياخذ جولة يطمن، يشوف كيف صنعوه، يشوف الجودة، يشوف كل شيء. في نهاية الأمر يورونه المنتج النهائي، وفي النهاية يقرر إذا يبغى ياخذ الكرفان أو لا. لكن للأسف أنهم يعني ما سمحوا لي بالتصوير، قالوا إذا نعطيك جولة ما عندنا مشكلة، ولكن ما راح نسمح لك تصور. فعشان كذا إن شاء الله بروح أجرب مع مصنع ثاني، وإن شاء الله إنهم يوافقون، وإذا وافقوا راح نوريكم التصنيع، وإذا ما وافقوا تكون جولتنا فقط على المتحف. يلا بسم الله. يا جماعة المدينة هذه بمجرد إنك تاخذ سيارتك وتلف فيها راح تشوف هذا المنظر أمامك، كرفانات مد البصر، توها تصنعت وجالسة تنتظر دورها في الشحن. وكمان وانت قاعد تمشي في المدينة هذه راح تشوف شيء ثاني اللي هو سيارات الشحن بجميع أحجامها المختلفة. سيارات شحن كلها مليانة ومحملة كرفانات بجميع الأحجام. شايفين اللي 7-8 مصانع، تراها شركة واحدة فقط اللي هي كيستون. شايفين هنا هذه أسقف وقطع داخلية للكرفانات، تمام، وهنا بعد شايفين كرفانات. فالمصانع هنا يعني عددها ضخم، وكل مصنع الاسم الكبير تلاقي عنده عدة مصانع براندات ثانية تحت اسم المصنع الكبير. أحد التغييرات الاجتماعية اللي حصلت في هذه المقاطعة لما جت مصانع الكرفانات، الناس الموجودين هنا كانوا من شعب الآمش، والناس هذول معروف أنهم مجتمع منغلق على نفسه وما يروحون المدارس، وعندهم يعني عادات دينية وتقاليد خاصة فيهم، ومعروف أنهم يشتغلون في الزراعة، في النجارة، في بناء البيوت، في الشغلات اليدوية هذه. فاللي حصل أنه لما جت مصانع الكرفانات هنا، كثير من هؤلاء الآمش إيش عملوا؟ تركوا مزارعهم وانخرطوا في هذه الصناعة، صناعة الكرفانات. وأكيد مصانع الكرفانات نفس الشيء كانوا سعيدين بهذا الشيء، لأن الآمش معروف أنهم ممتازين، عمالة يدوية ماهرة، ممتازين في أعمال اليد، ومو بس ممتازين، كفاءتهم قوية، سريعين جدا في البناء، وهذا الشيء معروف عنهم. أنا أتذكر قبل فترة شفت لهم فيديو يبنون حظيرة، تخيلوا يبنون حظيرة كاملة من الفجر بدأوا خلصوها قبل الغروب من سرعتهم وكفاءتهم ومهارتهم في العمل. فشركات الكرفانات قالت بدال ما نروح نجيب مهاجرين من المكسيك وندربهم وسالفة طويلة عريضة، وهذا اللي موجودين وجاهزين عندنا الآمش، خلينا نشغلهم. فكان هذا الشيء يعني خلنا نقول بالإنجليزي يقولون دائما win-win situation، يعني كل رابح في هذه المعادلة. وفعلا الجماعة الآمش استفادوا، صاروا
يطلعون مبالغ جدا ممتازة، وجماعة المصانع الكرفانات استفادوا من المهارة وسرعة العمل وجودة العمل كمان. يعني بمجرد انك ما تطلع من الاماكن الصناعية، المصانع اللي قبل شوي، راح تشوف ان في مزارع، في ناس لا زالوا يزرعون ويحصدون في هذه الاماكن، في هذه المجتمعات. فالمنطقة بالأساس هي منطقة زراعية قبل ما يجون المصانع الكرفانات، وتتحول من منطقة زراعية إلى منطقة زراعية ومنطقة صناعية. ما شاء الله تبارك الله، ماخذينه تو وكالة. شوفوا يا جماعة، في تقريبا 3 مكيفات، ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم. هذا بيت متنقل حق عائلة، ممكن كم 7-8 أشخاص بالراحة. طبعا جيت عند شركة ألاينس، وقفت الكرفان هنا. هذا هو مدخل الشركة، تمام، هذا هو اسمهم وشعارهم ألاينس. طبعا الساعة الآن، خلنا أوريكم الساعة الآن 11:04. ليش وريتكم الساعة؟ لأنهم قالوا لي إن الجولة على المصنع راح تكون الساعة 2. دام إنها راح تكون الساعة 2 وعندي تقريبا 3 ساعات، خلونا نروح متحف الكرفانات، وعلى الساعة 2 راح نرجع هنا وناخذ جولة كاملة. طبعا أحب أشكرهم لأنهم سمحوا لي بهذا الشيء. تقريبا الشركات الثانية كلها ما يسمحوا لك بالتصوير داخل المصنع، فقط يعطونك الجولة ولكن ممنوع التصوير. يلا بسم الله نبدأ جولتنا في المتحف. هذا أنا الآن داخل المتحف. طبعا رسوم الدخول $20 للشخص، تمام. هذه الجهة راح يكون الكرفانات، تمام. هنا حاطين شخصيات لها تاريخ في عالم صناعة الكرفانات. عندنا هناك الجهة الثانية راح يكون اللي هو المتحف الخاص بالتصنيع، متحف التصنيع، تمام. فقالوا لي أول شيء ننصحك إنك تروح الثيتر اللي هو المسرح، في فيلم هناك تقدر تشوفه تقريبا مدة 8 دقائق، يعطيك فكرة عن إيش؟ يعطيك فكرة عن تصنيع الRV. These are the individuals that help shape the RV and manufactured housing industries. New inductees are displaying and the lay of the land. Our goal is to always exceed. طبعا الدور الثاني في مكتبة. خلونا أول شيء ندخل متحف الكرفانات، بعدين نروح المصنع. شايفين هذا الكرفان الصغير أو الكامبر يسمونه، هذا خفيف جدا ولطيف، تسحبه بأي سيارة، في سريرين زي ما تقول حق نوم. طبعا هنا مستعرضين التاريخ تبع الكرفانات. هنا حاطين هذا المجسم، تمام، يعلمك من بداية التصنيع، أول ما يجيبون الشاصي اللي يجي تحت الكرفان الأساس تبعه، إلى مرحلة التأثيث والتركيب وكل شيء لين توصل للمنتج النهائي. هنا هذا الزر التفاعلي يقول لك ابدأ هذه الجولة. Welcome to a tour of our model recreation vehicle manufacturing plant. This is a 1/24th scale model, which means that it depicts a full-size plant that would be approximately 96 feet wide by 360 feet long. While no two RV manufacturing plants are laid out exactly the same, and certainly the RVs themselves have design differences, there are some typical similarities in production. This presentation is designed to give you a general idea of the RV manufacturing process. عندنا كرفان سحب هنا من عام 1967، يعني من الستينات، ويسحب هذه السيارة اللي هي سيارة من فورد، سيارة تاريخية قديمة هذه. لكن هذا هو الكرفان، شيء جميل. طبعا هذا كان كاستم على قولتهم، في شخص سوى كل هذه الأشياء، الرسمات حتى الداخلية. هذا هو كان شكل الكرفان هذا
في عام 1967. صراحة شيء جميل ومرتب وخفيف لطيف. عندنا شركات مثل جيكو مثلا، هذه من أشهر الشركات الكرفانات في أمريكا. جايبين كرفان هنا للعرض، يعني عشان الزوار يشوفونه. أتوقع أن كل فترة يجيبون شركة، بس هذا من الكرفانات الموديلات الجديدة وليس من الموديلات القديمة. أول ما تدخل على يسارك هنا الله يعزكم دورة المياه، فيها الشاور، فيها المغسلة. هنا حاطين على يسارك الثلاجة والفريزر. من فين تفتح؟ بعضها يفتح من الجهتين وبعضها تفتح من جهة، لكن أتوقع أنه من هنا. شايفين هذه الثلاجة هنا فوق والفريزر تحت. هنا عندنا هنا تخزين، واحد ثاني تحت، المطبخ هنا تمام، مايكروويف. وهنا عندنا شاشة التلفزيون، وهذا سرير النوم، كيف هنا فوق. وهذا المقعد أكيد أنه يتمدد ويصير سرير. بس هذا هو خفيف لطيف، أتوقع أي سيارة تقدر تسحبه، مو لازم يعني بيكاب تراك أو شيء. عندنا هذا الكرفان من شركة فريون. طبعا هذا ضخم ما شاء الله تبارك الله، ما أعرف كم طوله بالضبط، ولكن يعني تقريبا نفس طول الباص المدرسي أو أكبر كمان. فخلونا ناخذ جولة سريعة عليه بما أنه موجود هنا. فرصة. يا سلام، شوفوا قدام هذا الراكب وهذا مقعد السواق. شوف كيف من قدام، يا سلام. نيجي هنا، يا الله ما شاء الله تبارك الله، مطبخ متكامل، ثلاجة والفريزر، وعندك هنا الفرن، عندك الميكروويف. يعني ما شاء الله، يعني مستعرضين كل شيء. طبعا الشركة ذي هذه الفريون معروفة انها توفر الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للكرفانات، عشان كذا أي شيء تشوفه هنا تلاقيه البراند تبعهم، فهم يستعرضون في هذا الكرفان منتجاتهم. هذا بعد الفرن، شايفين فرن متكامل كأنه مطبخ. شوف الجلسة، هذه الصالة تعتبر. حاطين لك هنا الشاشة نفس شركتهم كمان، وهنا هذه الدفاية الكهربائية برضو شركتهم. طبعا في فوق ولكن كاتبين انه ممنوع تطلع. هنا عندنا في اليسار اللي هو الشاور، شايفين هذا الشاور كله من شركتهم. وهنا عزكم الله دورة المياه، وفي الأخير هنا غرفة النوم. صراحة كرفان متعوب عليه ما شاء الله تبارك الله. هذا خلاص ما تحتاج تشتري بيت، هو سعره زي البيت أو أغلى. يلا بسم الله نبدأ جولتنا في المتحف اللي الكرفانات القديمة. شوفوا هذا الكرفان القديم، لازم نقرأ التاريخ. شوفوا ما شاء الله، هذه شركة وينابجو، وهذا هو كرفانهم. شوف حاطين لك السرير كان هنا فوق وتحته عشان يستغلون المساحة، منطقة المطبخ. وهنا عندنا الحمام، وهذه الجلسة. طبعا الجلسة تتحول إلى سرير. كرفانات السبعينات والستينات. عندنا هذا موديل 1967 ينام فيه إلى 6 أشخاص. للأسف ممنوع الدخول، ولكن نصور لكم إياه من برا. هذا هو من الداخل.
يا جماعة الكرفان هذا بالله ما يذكركم في شيء، يذكركم في طباخة المث والشغلات المهي زينة. طبعا للأسف أن ما يمديني أدخله، ولكن هذه معلومات عنه. 1978 موديل كوتشمان ليبرشون فورد. أتوقع أن هذا الشخص هو البراند اللي صنعوا هذا الكرفان. أتوقع أنه ممنوع الدخول بس هذا الباب، ولكن هنا أتوقع يمديك تدخل عادي. خلونا نشوف. صراحة شغل مرتب ونظيف. عندنا هذا الفان الحبيب من نهاية الثمانينات، شركة دوج رام طبعا، نفس الشركة اللي كان عندي فان من عندهم. هذا هو أصلا تجهيزه من شركة متخصصة في كرفانات. طبعا هنا سامحين انك تدخل، فعشان كذا ندخلكم. صراحة شغل مرتب. شوفوا هنا مكان السائق، هنا الراكب، وعندنا هنا كمان مقعدين اثنين، وعندنا هنا حاطين لك ميكروويف فوق، هنا مطبخ، ثلاجة، ورا غرفة الجلوس اللي بالتأكيد تتحول إلى سرير للنوم. هذا التكييف، هنا عندنا هذه المروحة. طبعا هذا اللي انتم شايفينه تصنيع مخصص. واحد في فلوريدا في نهاية الثمانينات قرر انه يحول الشاصي تبع سيارة كادلك إلى كرفان، وهذا اللي طلع معاه، وبعدين أهدى المتحف هذا الكرفان. لكن شوفوا الشغل مرتب والنظيف، ما كأنه صراحة من الأشياء القديمة، بالعكس واضح أن الجودة عالية جدا ما شاء الله. عندنا هذا الكرفان 1984، مسموح الدخول جوا، فخلونا نشوفكم كيف شكله من داخل. ما شاء الله تبارك الله على الفخامة. طبعا هذا طوله نفس طول الباص المدرسي، عشان كذا يجيك فسيح من جوا. هذا عندك هنا الجلسة، وعندك هنا مقعد السواق ومقعد الراكب، وعندنا هنا مساحات تخزين في كل الاتجاهات، هذه كلها تخزن فيها. غالبا هذا بيكون عزكم الله دورة المياه. هنا عندنا المطبخ والجلسة، فرن، هنا عندنا فريزر ضخم، ثلاجة نفس اللي تجيك في البيوت. في الأخير هنا عندنا غرفة النوم، هذا هو شايفين. فوق هنا بعد في تخزين. طبعا هذه اللي انتم شايفينها كلها بطاريات. فيبدو لي ان صاحب هذا الكرفان في ذيك الفترة كان يشحن هذه البطاريات عن طريق ايش؟ عن طريق محرك الباص او محرك الكرفان نفسه. هذا الكرفان 1985. خلونا نشوف شكل الكرفانات في هذيك الفترة الزمنية كيف كان. بسم الله. مقعد الراكب، شغل مرتب، يا سلام. هنا عندنا كمان مقاعد إضافية، وهذه الكنبة. فوق عندنا هنا كلها مساحة تخزين، والمطبخ هنا على يدك اليسار. طاولة الطعام هنا. هنا عندنا فريزر، ثلاجة، وعندنا بعد مايكروويف هنا، وفرن، وفي النهاية غرفة النوم. شايفين كيف غرفة النوم؟ شايفين مساحة التخزين قديش في اليمين وفوق اليسار، كمان النوافذ عشان يدخل الضوء. هذا هو عزكم الله الحمام، في باث بعد. شايفين مساحته مرة محترمة. شايفين هذه مغسلة، وهذا هو حاطين فيه مغسلة هنا بعد. شغل مرتب صراحة. عندنا هذا الكرفان من شركة جي ام سي، يعني واضح انه فخم. للأسف انه ما حاطين بطاقة البيانات زي الكرفانات الثانية، بس اتوقع انه في التسعينات، لأن يعني يا جماعة الفخامة اللي هنا شوفوا ما شاء الله، كل جلد وأشياء يعني جودة عالية. وحاطين شكلهم البيانات جوا.
77 1977 والله صدمة الأمانة. الشغل هذا توقعته شغل تسعينات، لكن صراحة شيء مرتب ما شاء الله. حتى دورة المياه في قمة الفخامة. هذا عندنا من 1973 الشركة طبعا GMC. تمام، خلونا نعطيكم جولة بداخله. هذا راديو الطيبين. هنا عندنا طبعا فريزر والثلاجة، دواليب التخزين، وهذه الجلسة اللي وراء تتحول إلى سرير للنوم. مثال على كرفان في نهاية الستينات. للأسف إنه ما أقدر أصوره من داخل، حاطين الحبل هذا ممنوع الدخول، بس نصور لكم من هنا. أحاول أمد يدي على يمينك راح تكون جلسة فوقها تخزين. طبعا الجلسة في الكرفان دائما تتحول إلى إيش؟ إلى سرير نوم في نهاية اليوم. الطاولة هذه يفكون هذا العمود اللي تحتها اللي شايلها، وبعدين تنزل يكون لها قاعدة هناك، تنزل هذه الطاولة تصير في مستوى إيش؟ في مستوى الجلسة، وبعدين يحطون اللي هو نفس هذه الحشوة تكون فوق، وخلاص يصير سرير نوم. فهنا عندنا شوف في اليسار هذه دواليب التخزين، وعندنا أكيد هنا عزكم الله فيكم في دورة مياه، وهناك في المقدمة عندنا المطبخ. طبعا هذا سحب، هذا كرفان سحب. من النادر انك تشوف كرفان يكون بابه ورا، بالعادة يكون في الجنب، بس هذا جاي هنا. فأول ما تدخل هنا عزكم الله عندنا دورة المياه. ماني شايف شاور هنا، أو لا شوفوه، شايفين شاور حاطينه فوق هناك. تمام. هنا عندنا اللي هي تخزين ملابس، غرفة ملابس، وبعدين تدخل يجي على يسارك المطبخ. تمام، على يمينك الجلسة. هذه الجلسة اللي تتحول سرير زي ما قلنا. وهذا اللي قدام شوي غريب، لأني أتوقع أن هذا المقعد حق جنب السواق ممكن يتحول إلى إيش؟ إلى سرير نوم كذلك. ثلاجة، فريزر. من أقدم وأصغر الكرفانات الموجودة في المتحف. هذا في الخمسينات، شايفين مساحته ما تتجاوز ممكن تكون 3-4 أمتار. وهذا شكله من الداخل. على يمينك هنا بيكون فيه اللي هو جلسة، وهذا هو المطبخ، وبكل بساطة سرير النوم. هذا كرفان 1967 كرفان سحب. تمام، خلونا نعطيكم جولة داخلية عليه. بسم الله. أول ما تدخل على يمينك حيكون عندك هذه الجلسة الكبيرة تتسع 8 أشخاص بالراحة، وراح تتحول في الليل إلى سرير للنوم. فوق عندنا مساحة للتخزين، وهنا على طول جنبك المطبخ، في فرن، وهذه اللي هي المجلة والمغسلة، وفوق تخزين. على يسارك فريزر، ثلاجة، تخزين ضافي. وهنا حاطين غرفة النوم في الوسط على غير العادة، بالعادة يحطونها في الأخير، لكنها تصميم مختلف. هذه نافذة هنا، وبعدين آخر شيء الله يعزكم دورة المياه. في باث كمان حجمه كبير. عندنا هذا كرفان سحب كذلك من عام 1968. عجبني صراحة، هذا خفيف لطيف. هنا على يسارك في تخزين، وعلى طول دورة المياه الله يعزكم. هذه في طبعا الشاور والباث، المطبخ، جلسة. قدام هناك طاولة الطعام اللي تتحول إلى سرير. - 1966 موستانج ترافل تريلر. هذا اللي هو سحب
من عام 66. ما شاء الله تبارك الله، ألوانه خليفية وجميل جدا. فوق ان الجلسة هنا لا تنسى التخزين، شوف كيف حاطين لك هنا بعد مروحة فوق. هنا الله يعزكم دورة المياه مباشرة في وجهك وفيها شاور، وأمامك على طول المطبخ وفرن كذلك. هنا المجلة، في النهاية هنا فيه سرير النوم، حاطين ثلاجة والفريزر هنا، هذا بعد تخزين كله. غالبا فوق فيه كمان بعد سرير، واضح انه دورين اللي هو غرفة النوم. شايفين هذا هو، طبعا الراحة رايحة فيها مقطعة، بس هذا هو شكله. 1994 كوتشمان، هذا بعد سحب، اللون الأخضر والأبيض جميل اللون. هذا هو أول ما تدخل حيكون المطبخ هنا على يمينك، وعلى طول طاولة الطعام واللي تتحول إلى سرير نوم. وهنا ضايفين لك كمان دور ثاني تقدر ينامون فيه شخصين بالراحة. 1955 هذا حتى مو كرفان سحب، هذا خيمة سحب، كانوا مسوينه على شكل خيمة، أو بالأصح هو خيمة لأنه المستخدم قماش، تمام، فقط في قاعدة والباقي كله قماش. شايفين هنا عندك أول شيء هذا كله يعتبر زي المطبخ، تمام، وجلسة بس تنام فيه، ما في أي فعاليات إضافية في هذا الكرفان. كرفان بسيط جدا حق نوم. هذا شكل الكرفان في 1980. شايفين هذا كرفان سحب طبعا، تقريبا طوله يمكن يكون 25 قدم. هذا هو ما شاء الله، جلسة شيء فخم. طبعا هذه جلسة مخمل. وعندنا هنا مطبخ، الفرن، ثلاجة، فريزر، هذا المجلة. عندنا هنا على اليمين عزكم الله دورة المياه، وفي النهاية هنا عندنا اللي هو غرفة النوم. 1954 من شركة يلو ستون، صراحة شيء جميل ومرتب. شوفوا كيف هذه طاولة الطعام، وعلى طول مطبخ والفرن، صراحة التخشيبة فخمة ما شاء الله. هنا عندنا ثلاجة، فريزر أكيد داخل، وآخر شيء هنا غرفة النوم. طبعا هذا زي ما انتم شايفين حاطين فيه دفاية حطب، شايفين دفي لك الكرفان كامل. 1954 من شركة شاستا، كرفان سحب صغير جدا لطيف خفيف ما شاء الله. على يمينك طاولة طعام، فرن، مغسلة المجلة، هنا عندنا النوم، هنا دولاب للتخزين. 1937 يعني نتكلم عن 90 سنة بالراحة كان موجود هذا الشيء، الكامبر حق تخييم. شايفين خفيف لطيف، حاطين لك هنا مطبخ، مغسلة، في النهاية هنا جلسة وسرير. في 1932 تخيلوا كان موجود هذا الشيء، هذه السحب اللي تفتح خيمة يسمونها التنت أو الخيمة. شوف كيف شكلها، عبارة عن سرير هنا، وهذه أغراض الفوانيس والطبخ والغاز. شيء بسيط متواضع ومختصر. هذا عندنا شكل كرفان في 1931. شوفوا أنا أوريكم شكله من برا كيف كان. هذا كان كرفان قطعة واحدة طبعا، ما هو زي الكرفان السحب. هنا عندنا مقعد السائق ضخم يتسع 3 أشخاص بالراحة. خلفه مصممين هذه الطاولة، طاولة طعام تتحول سرير نوم. ورا هناك عندنا جلسة، وهنا مطبخ. أوريكم شكله من ورا.
طبعا الآن داخل قسم التصنيع. تمام، قسم التصنيع أول ما تدخل راح يجي أمامك هذا اللي يسمونه الواجن أو العربة. العربة هذه في عام 1929 كانت أول عربة للسفر تم اختراعها. نفس الشركة هذه اللي اخترعتها دخلت سوق الأسهم، ولكنها أفلست فيما بعد ما حصلت الحرب العالمية الأولى. ولكن هذا اللي أمامكم هو أول كرفان تم تصنيعه في التاريخ. شايفين؟ عبارة عن يسمونه الواجن أو العربة. هو باب يكون هنا، السرير، في هناك نافذة وفانوس. طبعا عندنا هنا فانوس ثاني، عندنا هنا هذا المشب للنار، هنا عندنا التخزين بكل بساطة. التصنيع كذلك في كرفانات للعرض، هذا من عام 1955. شوفوا ما شاء الله. هنا عندنا هذه الجلسة قدام، على يمينك طاولة الطعام، على يسارك مطبخ، ثلاجة فريزر هنا على اليمين، والباقي هنا كله تخزين في تخزين. هنا عندنا سرير 1 2، وهنا سرير كبير. على يمينك عزكم الله دورة المياه، فيها كذلك الشاور والباث. طبعا هذه الشعارات اللي امامكم كلها الشركات الموجودة، شركات تصنيع الكرفانات في ولاية إنديانا. كذا يا جماعة خلصنا جولتنا في المتحف، كانت جولة سريعة، ولا بنتجه إلى المصنع بإذن الله. أكيد تتساءلون متى غير التيشيرت. أنا بيتي وراي، هذا هو كرفاني خلفي هنا قاعد أسحبه في كل ملابسي. الجو في الظهرية صار حار بزيادة، هذا القماش خفيف، فقررت اني اغير التيشيرت، والآن متجه إلى المصنع عشان نبدأ جولتنا. في كرفانات السحب هذه باقي لها تشطيبات نهائية فقط. Guys doing? Want to really prevent that wear and tear on tires with all these screws everywhere in here, and we just don't want you guys falling on that stuff. So typically this I-beam right here is a 12-inch I-beam. We do a 10-inch I-beam. طبعا الشاصي حقهم هم اللي يصنعونه. بعض شركات الكرفانات ايش تسوي؟ تطلبها من شركة ثانية، لكن هم يصنعونه هنا داخل مصنعهم. Typically these shackles right here are quarter-inch shackles, but we go up to a half-inch shackle. هذا خزان المويه. هذه كل التوصيلات والتسليكات اللي تكون تحت الأرضية. عندنا هنا الأرضيات والحائط كلها مصنوعة من الألمنيوم، يصنعونها هنا في مصنعهم، والألمنيوم هذا في النص يحشونه بالفلين. بعد ما يخلصون هذا يودونه على أرضية اللي هو الفينيل، هذا المرحلة الأخيرة زي ما انتم شايفين، يحطونه هنا. شايفين؟ هذه هي المرحلة الأخيرة. خلص هذا الشاصي من ناحية الأرضية، خلص باقي تركيب الحوائط. عندنا هنا غسالات، هذا تقريبا جهزوه، هذا حطوا له الحوائط.
طبعا قبل ما يحطون الجدران او الحوائط يجهزونه داخليا. هذه الجدران الحوائط الجانبية شايفينها؟ يقصونها هنا في المصنع على طول. عندهم قسم النجارة، كل شيء يسوونه من ناحية الخشب ما يطلبون شيء من برا، كله تصنيع محلي من عندهم. بيطلعون لنا الدور الثاني، في بعد خشب نقدر نشوف شغلات ثانية من فوق. شايفين هنا وراي هذا كله خشب. الخشب طبعا هو القاعدة الأساسية، وهو داخلية الكرفان هي عبارة عن خشب في خشب. So what that is at this point right here with these units, they're gonna cut down those pipes a little bit. They're gonna install the wood over the top. It's kind of just like plywood. It's 5/8 inch plywood. The only reason they install it on there is to make that roof more comfortable. So like I mentioned earlier, it's going to be a rack and pinion hydraulic system on anything made little. We've actually recently switched away from Schwintek on your small slides. The next best thing for a long time. Eventually we came across some data that said that Schwintek's have about a 1/8 inch of wiggle room on them. So that means basically if your box comes off that track any more than an eighth of an inch, you're going to have problems. So طبعا هذا الصندوق اللي تشوفونه عبارة عن ايش؟ عبارة عن أجهزة المطبخ، الثلاجة والفرن والشغلات دي. إذا تتساءلون كيف يدخلونها بالكرفانات، فهو عبارة عن هذا الصندوق، ومرة واحدة يركبونه وين؟ في هذا السلايد اللي يسمونه سلايد، اللي هو اللي يفتح كذا، تمام؟ لأن زي ما تشوفون باب الكرفان ما يمديك تدخل الأشياء هذه، ثلاجة وفرن والشغلة دي ما في مجال، فعشان كذا جابوها على السلايد، على السلايد مباشرة. طبعا هذه الكرفانات خلصت خلاص، ثلاثة هذه جاهزة، باقي بس يسوون عليها التشيك الأخير وعلى طول يرسلونها على اللي يسمونه ديلرشيب أو المعرض. هذا شوفوه جاهز ومخلص، طوله تقريبا 35 قدم، وفيه 2 سلايد في كل جهة، تمام؟ هذا طبعا بروبين، وهذا عندنا تخزين من الجهتين يفتح. طبعا هنا عندنا الدرج، حاطين هذا مسكة، أول ما تدخل هنا حيكون المطبخ في وجهك، ثلاجة، فريزر، مساحة تخزين، فيها إضاءة بعد تتحرك، بدك ترفعها تغيرها، تخزين. بعد هنا تخزين، هنا عندنا الفرن مايكروويف، وهذه المحطة اللي في النص فيها المغسل الكبيرة هذه. هنا عندنا دفاية كهربائية تحت، تلفزيون، الشاشة، وهذه الجلسة اللي هي تعتبر ليفينج روم أو الصالة، تمام؟ ما شاء الله كبيرة. طبعا كل كلمة من هذه تحول سرير. نيجي القسم الثاني، أول ما تطلع هنا حيكون على يسارك الله يكرمكم دورة المياه، فيها هذا الشاور، وهنا عندنا غرفة النوم، وهذا تخزين ملابسك تكون هنا. طبعا هذه سعرها 80,000 دولار، ما يعادل 300,000 ريال سعودي.
طبعا هذه الشركة شركة الاينس تأسست حديثا في عام 2019. أسسوها 2 اخوان بريدي براذرز اسمهم. ابوهم كمان كان شغال في مجال صناعة الكرفانات. حبوا يأسسون شيء خاص فيهم بعد ما شافوا اخطاء كثيرة في التصنيع في عالم الكرفانات، فقرروا انهم يبدون مصنعهم الخاص. ومو بس مصنع خاص، المصنع متخصص في فئة الكرفانات الفخمة اللكجري RV. وبكذا يا جماعة خلصنا جولتنا في مصنع الكرفانات وكذلك في متحف الكرفانات. إذا عجبكم الفيديو لا تبخلونا باللايك وتفاعلكم في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك إذا كنت غير مشترك في قناتي، يشرفني اشتراكك، ونلقاكم إن شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.